كل واحد فينا بيتمنى يشتري شقة، ولكن بيتمنى الشقة بتاعته تكون في موقع متميز، تكون مثلا ما بين المطاعم، ما بين الخدمات العامة زي مثلا الأكل والشرب والملاهي والخروجات والفسح، وكل ده اللي إن شاء الله جايين نقدمه لك في الفيديو ده. ولكن مش هقدمه لك في شقة واحدة، لا، ده أنا هقدمه لك في اتنين. طبعا الشارع اللي قدام حضراتكم هو شارع عمر بن عبد العزيز اللي بيوصل حضرتك لهدير، من لميدان هدير، واللي جاي من سوق الكنيسة أو سوق الكباس. طبعا شارع رئيسي فيه كل الخدمات. وده العقار الأول ودي الشقة، وبعدين هنشوف العقار التاني، والاتنين طبعا البيوت أو العمارتين الاتنين حجر زي ما حضراتكم شايفين، وده الشارع اللي فاصل ما بينهم. نروح بقى للشقة الأولى اللي جاية من الشارع الرئيسي رايحة للعمارة دي. طبعا مدخل العمارة زي ما انتم شايفين السلم من الرخام. وبعدين نروح بقى للباب المصفح في الشقة الأولى معانا. وطبعا دي شقة نقول مثلا قبلي غربي، وطبعا واحدة من الشقق اللي جاهزة زي ما انتم شايفين، جبس، كهرباء، إضاءة، كل الحاجات اللي ممكن تكونوا محتاجينها في شقتكم جاهزة. يعني انت ما عندكش أي مشكلة في الشقة بأي حال من الأحوال. طبعا العقار زي ما قلنا كامل المرافق، عداد مياه وكهرباء، وكمان تنازل في مجلس المدينه. ده المكان بتاع الشاشه جاهز، يعني يا دوب تركب شاشه في المنطقه دي والعداد راكب وكل حاجه كامله في المكان. وطبعا الشقه كلها او الاناره بنظام الريموت كنترول اللي قدامكم في كل الغرف هتلاقوا موجود ده في الشقه الاولى بتاعتنا. طبعا ده الحمام، وطبعا سقف وارضيه هو والمطبخ بالسيراميك، وهتشوفوا معانا طبعا البانيو الموجود وحجم الحمام اللي موجود معانا. طبعا المعاينه الميدانيه انك تشوف المكان وتشوفه بنفسك افضل بكتير من التصوير، وانت هتقدر تحكم على المكان، ولكن هو تصوير يعني بنقول لك دي الحاجه اللي موجوده معانا والمتاحه. تمام. وده المطبخ معانا. المطبخ زي ما انتم شايفين برضو جاهز، كل حاجه مفيش اي حاجه، بس يا دوب تركب المطبخ بتاعك الخاص بالمكان اللي انت عايزه في الشقه علشان خاطر تكون فيها الخدمات الكامله بيك. طبعا البلكونه فيها، المطبخ فيه بلكونه خاصه بيه زي ما انتم شايفين، والبلكونه كمان طلع على الشارع الرئيسي اللي هو شارع عمر بن عبد العزيز. احنا بجوار يمكن المحلات المشهوره والمطاعم المشهوره في المكان، واحد من اشهر الشوارع في جمصه، واللي عارف طبعا يقدر يحدد. وطبعا زي ما انتم شايفين المطبخ هو والحمام ليهم بابين. طبعا الشقه عباره عن غرفتين، دي الغرفه الاولى والغرفه الثانيه، وهنروح لواحده من الغرف اللي موجوده معانا. دي الغرفه الاولى، وبرضه هي غرفه شايفه الشارع ولها شباك برضه بيبص على الشارع، برضه كامله المرافق زي ما انتم شايفين، كهربتها، سقف طبعا كله جبس، كل الاضاءه، كل حاجه مظبوطه في الشقه. ده الشباك اللي بيطل على المنطقه الحيويه او الشارع الرئيسي في عمر بن عبد العزيز، قدام مطعم معروف وقدام المطاعم المشهوره كلها زي الوطن السوري وكل الاماكن اللي انتوا عايزينها، وفوق جمبريته على طول، اللي عارف جمبريته فوق جمبريته على طول. طبعا دي الاوضه الاولى. اروح بقى للاوضه الثانيه او الغرفه الثانيه. دي الغرفه الثانيه برضو بنفس الطريقه، كامله برضو تشطيبات، يا دوب بس هتحط فيها العزال بتاعك، الا بقى لو انت جيت وحابب تغير الالوان ده موضوعك، ولكن زي ما انتم شايفين الاضاءه، الاناره، كله تمام التمام. وطبعا الاوضه الثانيه على طول فيها شباك طالع على الشارع الجانبي، ولكن طبعا دي الكهرباء زي ما قلت لحضراتكم اللي فيها برضو ريموت كنترول وتحكم. وده بقى شقه الاوضه الثانيه فيها ده الشباك. الاوضه الثانيه زي ما انتم شايفين فيها البلكونه اللي بتطل على الشارع الرئيسي، اللي وانت موجود فيه ليل او نهار تقدر توصل لكل الخدمات اللي ممكن تحلم بيها او تكون محتاجها. وده مش كلام بس بنقول عشان نحلي الفيديو او نحلي الشقه، لا، هي قدام حضراتكم الشارع الرئيسي اللي عارف جمصه كويس. موضوع السعر تقدروا تتواصلوا فيه مع رقم التليفون اللي مكتوب على الشاشه مع الكابتن حماده جمعه علشان خاطر تشوفوا الشقه اسعارها ايه، ولو ما عجبكوش الشقه تقدروا تروحوا لمكان تاني بسعر تاني يكون مناسب لحضراتكم. نروح سوا بقى على طول للعقار التاني او الشقه التانيه اللي موجوده في نفس المكان ولكن في الناحيه التانيه. برضو دي مدخل الشقه التانيه، عقار حجر، وبرضو ده السلم بتاعه اللي معمول برضو من الرخام، وده الشارع الجانبي اللي ما بين العمارتين اللي طال على الشارع الرئيسي. دي طبعا السلم، ودي الشقه اللي هي قدام حضراتكم دي، ايوه دي. بندخل منها طبعا قدامها باب موجود حمايه، باب حديد، وبعد كده الباب الخشبي الطبيعي اللي حضراتكم عارفينه. ندخل جوه الشقه. طبعا الشقه برضو كامله التشطيبات، كامله كل حاجه، كامله المرافق، ولكن الفرق ما بينها ان دي بقى ايه، دي ثالث علوي او تحت الروف، تحت الروف او ثالث علوي. يبقى الاولى كانت ايه، طبعا دي غرفتين برضو، دي غرفتين، دي الاولى وادي الثانيه. وهنروح بقى للحمام والمطبخ مع بعض. الثانيه كانت الشقه اللي قبل دي كانت قلنا اللي هي الايه علوي، الاول علوي، اما دي الثالث علوي اللي تحت الروف. زي ما انتم شايفين برضو المطبخ والحمام سيراميك، سقف وحمام، الارضيه قصدي كلها سيراميك هي والسقف والحمام.
السقف والارضيات كلها زي ما انتم شايفين عباره عن سيراميك. وبعدين نروح بقى للمطبخ، ده اللي قدام حضراتكم المطبخ، برضو السقف والجدران والارضيه كلها سيراميك، مفيش اي حاجه خالص منها ناقص سيراميك. وده مساحه المطبخ. وبرضو المطبخ ليه بلكونه منفصله بتطل على الشارع الرئيسي اللي قدام حضراتكم، اللي هو شارع عمر بن عبد العزيز. ايوه هو ده الشارع اللي قدام حضراتكم ده. تنزل من العماره هنا على طول تلاقي نفسك في الميدان اللي تقدر من خلاله تروح اي مكان. كمان العماره دي زي ما انتم شايفين قريبه من اسم الشرطه اللي هنشاور عليه هناك اهو. اسم الشرطه هو اللي قدام حضراتكم في الصوره اللي انا هشاور عليه دلوقتي حالا. ايوه هو ده اسم الشرطه، يعني ده الشارع الرئيسي الثاني، يعني 3-4 عماير تلاقي نفسك في الشارع الرئيسي الثاني اللي هو بقى قدام هوت ميكس بقى ورايح لامون والمنطقه الحيويه. نروح بقى نشوف الغرف. طبعا دي الصاله من جوه، طبعا برضو كامله التشطيبات والتجهيزات علشان خاطر تكون مناسبه لحضراتكم وتكون فيها الاضاءه في السقف وغيره. نروح بقى للغرفه الاولى. طبعا الغرفه الاولى بتطل على الشارع الرئيسي، وطبعا برضو كامله التشطيبات، سقف وارضيات واضاءه، وبرضو الاضاءه كامله، ولكن بس كارت الكهرباء كان فاصل فما عرفناش ننور النور. هنروح بقى للشباك بتاعها اللي برضو بيطل على الشارع الرئيسي قدام حضراتكم. الشقه دي زي ما قلت لحضراتكم هي عباره عن شقه غرفتين، تالت علوي او تحت الروف على طول. ده الشارع الرئيسي، شارع عمر بن عبد العزيز. ونروح بقى، طبعا دي الغرفه، هنروح بقى للغرفه الثانيه اللي فيها البلكونه علشان نشوف الرؤيه من البلكونه. دي الغرفه الثانيه، طبعا باب خشب فيه ازاز. وبعدين هنروح ليه زي ما انتم شايفين السقف برضو جبس، وادي الشباك اللي برضو بيطل على الشارع. طبعا دي زي ما قلت لحضراتكم ايه، دي قبلي شرقي، الشقه دي قبلي شرقي. طبعا القبلي في العمارتين دول يا جماعه افضل من البحري لانه طلل على الشارع الرئيسي، وبالتالي هنا ميزه اكتر من البحري، لان البحري بيطل على العماير، اما ده بيطل على الشارع الرئيسي. ده الشباك بتاع الغرفه الثانيه اللي برضو في المناسبه فيها البلكونه اللي هنروح لها دلوقتي برضو حضراتكم تشوفوها معانا. هنشوف دلوقتي حالا البلكونه دي، الغرفه ودي مساحتها، وادي البلكونه مع حضراتكم. البلكونه برضو نطلع منها نلاقي نفسنا موجودين في الشارع الرئيسي كاشفين كل الحاجات. طبعا فوقنا على طول الروف. طبعا العمارتين قدام حضراتكم، ده الشارع الرئيسي اللي جاي من عند سوق الكنيسه هناك كده، ويطلع ايوه لحد ما تروح لميدان هدير. كافه الخدمات اللي ممكن تكون محتاجينها، يعني الوطن السوري تحت مننا على طول اهو شايفينه، وميدان هدير قدامنا هناك اهو، محل هدير والمطاعم والمحلات والكافيهات، كل حاجه، مطعم معروف، كل حاجه موجوده في الشقه دي. ودي الشقه الثانيه اللي كانت موجوده معانا في الفيديو. لو عجبك الفيديو وعجبك الشقتين عايز تعرف اسعارهم، تواصل من خلال رقم التليفون الموجود، رقم الكابتن حماده، تواصل معاه واعرف الاسعار. لو تمام اشتغل ودوس، ولو مش تمام اساله على الحاجه المناسبه ليك، وان شاء الله يعرض على حضرتك المناسب ليك ولحضرتك وامكانياتك الماديه. دي الشقتين، وده المقر او ده الواقع او ده الموقع بتاعهم اللي ان شاء الله يعجبكم. دول الشقتين اللي كانوا موجودين معانا بفضل الله النهارده. تقدر انت كمان تصور شقتك وتعرضها معانا على قناتي على اليوتيوب او حتى على الفيسبوك او حتى على التيك توك، كله تحت امرك. ولكن الشقتين اللي بنتكلم عنهم قدامك على شارع عمر بن عبد العزيز، وكمان انت اللي تقدر تحكم هل المكان مناسب او لا. طبعا تقول لي السعر ايه والوضع ايه، اقول لك اتصل برقم التليفون الموجود معاك على الشاشه بتاع الكابتن حماده، هو يقول لك الاسعار، ولو الاسعار غاليه او مناسبه او مش مناسبه يقدر يجيب لك بدايل ليها باذن الله. كلموني لو محتاجين ان انا اعرض لكم، وكمان كلموا الكابتن حماده لو عجبكم الشقتين.